5 حاجات بيتحطوا على فروه الراس، تعالوا اقول لكم ايه هم. اول حاجه الشامبو، مهمته هو تنظيف فروه الراس وان هو يشيل اي بيلد اب او اي شوائب او اي حاجه متراكمه في فروه الراس. يفضل لو في سلفيت للفروه بس، وخصوصا لو عاملين حمام زيت. تاني حاجه كل الماسكات الطبيعيه، ماسك الصدر، ماسك خل التفاح، اللي بيساعدوا على تقليل القشره وقتل الفطريات وانهم ينضفوا الفروه من البيلد اب، وخصوصا ماسك اوراق الصدر. تالت حاجه حمام الزيت، اللي يفضل جدا ان احنا نختار يكون الكواليتي بتاعته عاليه، قوام الزيت يكون خفيف مش مزيت مش تقيل. رابع حاجه السبريهات، اي سبراي بحطه من 6 ل 8 رشات على فروه الراس واعمل مساج حنين قبل النوم بساعه ساعتين، وعلى حسب المواد الفعاله اللي موجوده فيه، يطول يكثف يقلل تساقط يطلع بيبي هير. جيبوا دايما اللي انتوا حاسين ان انتوا محتاجينه. اخر حاجه بتتحط على فروه الراس امبولات، تبقى شبه السبراي، بتتحط مره مع الديرما او بتستخدم مرتين 3 في الاسبوع، يوم او يوم لا. ما تنسوش ان دول مثلا ينفع يتسابوا على فروه الراس عادي لان قوامهم قوام ميه، لكن الزيت الماسكات الطبيعيه والشامبو ما ينفعش يتسابوا على الفروه، ولازم نبقى عارفين كويس قوي ازاي نشطفهم.